قاتل فضل عايش حياته عادي لسنين طويلة وهو فاكر إنه فلت ونجا من جريمته. لكن أعقاب سجاير رماها في عربية باعها بعد سنين طويلة كانت كفيلة إنها ترجعه تاني للمسرح وتلف حبل العدالة في رقبته. الحكاية بدأت في حرم جامعة ساوثرن إلينوي في مدينة كاربنديل في ولاية إلينوي في أمريكا. مكان فيه طلبة من كل حتة وممرات صغيرة تربط بين السكن الجامعي والكليات، وحياة طلابية ماشية بإيقاعها العادي. لحد ما يتخيل إن جريمة وحشة زي دي ممكن تحصل في حتة زي دي. الطلبة بيروحوا محاضراتهم ويرجعوا، الناس بتمشي في الممرات وكل حاجة ماشية بشكل آمن. لكن الهدوء ده هو اللي خلى الصدمة لما حصلت أكبر بكتير. الضحية كانت بنت عندها 21 سنة، اسمها سوزان، طالبة في الجامعة، عايشة في شقة سكن طلابي مع زميلتها ماري. كانت بنت مبسوطة، طموحة، شغالة على دراستها، وملهاش في أي حاجة غلط. في يوم 17 أغسطس سنة 1981 كانت ماشية لوحدها على ممر ترابي صغير في الجامعة وهي راجعة عشان تتعشى مع ماري. ماري قعدت تستناها للعشاء وما لقيتهاش جاية. عدى الوقت وقلقت، وفي الآخر اتصلت بالبوليس وبلغت إن سوزان مش راجعة وإن في حاجة غلط. البوليس بدأ يفتش في المنطقة من ساعتها، وفي اليوم اللي بعده 18 أغسطس لقوها على بعد خطوات من الممر الترابي ده، في وسط نباتات داست عليها أقدام وحاجات اتكسرت من حواليها، عليها آثار اعتداء وحش جدا. اللي شاف المنظر افتكر إن الجريمة دي حصلت في لحظة عنف شديد، وإن اللي عمل كده كان في حالة هستيرية مش طبيعية. المحققين عزلوا المكان كله، بدأوا يجمعوا الأدلة قطعة قطعة من الأرض ومن النباتات اللي حواليها. الجريمة حصلت في العراء، يعني ما كانش فيه باب مكسور ولا شباك مفتوح. الجاني هاجمها وهي ماشية لوحدها ومحدش حواليها. الكلب البوليسي اتجاب وفضل يلف في المنطقة. المحققين أخدوا كمان آثار بيولوجية من جسم الضحية، وعرفوا إن الآثار دي ممكن تكون مفتاح القضية لو في يوم العلم لحق المرحلة دي. العينات اتجمعت في أكياس أدلة وانعزلت بعناية. في الوقت ده تكنولوجيا الDNA كانت لسه في بدايتها، والمحققين عرفوا إن الآثار دي ممكن تكون كنز لو فضلت محفوظة كويس. ساعتها ما كانش فيه احتمال يطلعوا منها نتيجة قوية، لكنهم خبوا الأدلة في تلاجة الأدلة على أمل اليوم اللي العلم يلحق فيه. البوليس بدأ يسأل في الجامعة عن سوزان وحياتها. طلع إنها كانت بنت هادية شاطرة في دراستها، وما كانش ليها مشاكل مع حد. ما كانش فيه عداوات، ما كانش فيه خلافات، وما كانش فيه حد ظاهر إنه يستفيد من موتها. زميلتها ماري قالت إنها كانت بنت طيبة وما كانتش بتزعل حد. التحقيقات لفت ودارت، استجوبوا الطلبة، استجوبوا الجيران في السكن، استجوبوا الناس اللي كانت بتشتغل في الجامعة، ومحدش طلع منهم خيط حقيقي. عدت أسابيع وبعدين شهور وبعدين سنين. القضية اتقفلت كقضية باردة وانحطت في درج من الدراج اللي بتتكدس فيه القضايا اللي ما اتحلتش. أهل سوزان فضلوا يطالبوا، يبعتوا جوابات، يكلموا الصحف عشان حد ما ينسى. كل سنة في ذكرى موتها كان في وقفة صغيرة قدام مركز البوليس، رافعين صورتها وكاتبين مين قتل سوزان. في المركز ده كان في محقق شاب، كل ما يعدي من قدام الوقفة دي يحس بحاجة بتقطع قلبه. بعد ما تقدم في الشغل وبقى مسؤول عن قسم القضايا الباردة، أول قضية فتحها كانت قضية سوزان. فتح الكرتونة وفضل يقرأ في الأوراق ليالي طويلة. لقى تقرير الآثار البيولوجية اللي اتجمعت من مسرح الجريمة، وقال لنفسه إن دلوقتي تكنولوجيا الDNA بقت متطورة جداً، وإن ممكن يطلع منها ملف جيني كامل. بعت العينات للمعمل الجنائي وطلب فحص شامل. الفنيين في المعمل
اشتغلوا بحرص شديد عشان دي الفرصة الوحيدة في القضية. عزلوا الخلايا واستخرجوا DNA. لما الفحص خلص طلع ملف جيني نظيف وكامل لشخص ذكر. المحقق الشاب ما صدقش عينه. القضية اللي قاعدة في الدرج من سنين بقى عندها وش، لكن من غير اسم. السؤال اللي طرح نفسه ساعتها، نقارن DNA ده بمين؟ المحقق طلب إنه يدخل الملف على قاعدة بيانات الكودس، وهي قاعدة بيانات أمريكية كبيرة فيها بصمات جينية لناس متسجلة عليها سوابق. دخلوا الملف وفضلوا مستنيين النتيجة، وعدت أيام وبعدين أسابيع ومفيش رد، كأن الجاني محدش في النظام يعرفه. المحقق ما يأسش، قعد يفكر تاني في الناس اللي كانوا حوالين الجامعة وقت الجريمة. رجع للورق القديم، رجع للاستجوابات، ودور على أي اسم اتذكر ولو حتى مرة واحدة. لقى اسم راجل اسمه دانيال ويلسون، كان شغال صنايعي للصيانة في شقق سكن طلابي قريبة من المكان، على بعد ربع ميل تقريبا من الممر اللي حصلت فيه الجريمة. وطلع كمان إنه كان خارج بإفراج مشروط من قضية سرقة قبل الجريمة. وقتها ما كانش فيه دليل ضده، وفلت من الموضوع. المحقق الجديد قرر إنه يبص على الراجل ده تاني. تواصل مع شرطة ولاية ميشيغان اللي كان عايش فيها، وطلب إنهم يحطوه تحت المراقبة. الشرطة لاحظت إنه كان بيدخن كتير، وإنهم قبلها بفترة قريبة باع عربيته لراجل تاني. تتبعوا العربية ولقوا إن المالك الجديد ما بيدخنش خالص. لما فتشوا جوه العربية لقوا أكتر من 12 عقب سيجارة لسه متبهدلين على الكراسي وفي الطفاية. شالوا العقب ده كله بحرص ولفوه في أكياس أدلة وبعتوه للمعمل في نفس اليوم. في المعمل خبيرة DNA اللي اسمها جينيفر أندرو قصت الفلاتر من جوه وعالجتها بمذيب عشان تطلع اللعاب وخلايا الجلد اللي على الفلتر. بعد كام يوم وصلت النتيجة. DNA اللي على عقب السجاير دي بيطابق DNA اللي اتلقى في مسرح الجريمة من حوالي 20 سنة. تطابق كامل بنسبة بتتعدى 300 مليون. القاتل بقى معروف باسمه، بشكله، بعنوانه، وبكل تفاصيله. المحققين ركبوا له كمين واتقبض عليه في الصبح وهو طالع من بيته. الراجل في الأول حاول ينكر، قعد ساعات في غرفة الاستجواب وهو بيقول إنه ما يعرفش سوزان أصلاً وما كانش له علاقة بأي حاجة. الملازم بول إيكلز اللي كان قاعد قصاده قرر يجربه. قال له: عندنا شاهد شافك ساعتها وانت ماشي ومعاك حقيبة ظهر صفرة، وفي بصمة طلعت من الحقيبة دي اتطبقت عليك. الكلام ده ما كانش حقيقي. الملازم لفقه عشان يشوف رد فعله. في الثانية اللي بعدها الراجل من غير ما يفكر قال: انت عارف اني بس أخدت $10 من الحقيبة دي. الكلمة دي وقعت في الأوضة زي القنبلة، عشان محدش كان قاله أصلاً إن في حقيبة ظهر. فاللي قاله كده هو نفسه فضح إنه عارف عن الحقيبة وعارف عن الجريمة. المحاكمة فتحت بعد كام شهر. النيابة قدمت كل حاجة بترتيب: شكل مسرح الجريمة في الممر الترابي، الآثار اللي اتجمعت، الفجوة الزمنية، الاكتشاف الجديد، عقب السجاير اللي اتلقى في العربية، تطابق DNA، وكلام الراجل في غرفة الاستجواب عن الحقيبة الصفراء. الدفاع حاول يطعن في الأدلة، قال إن العينة عدى عليها زمن طويل، لكن الخبيرة جينيفر أندرو طلعت شرحت إزاي العينة كانت محفوظة كويس وإزاي النتيجة قاطعة لدرجة إنها ما تقبلش الشك. النيابة شرحت كمان إن الجريمة دي ما كانتش مخططة. الراجل كان شغال في شقق السكن الطلابي القريبة، وهو في الأصل خارج بإفراج مشروط من قضية سرقة قبل كده. شاف سوزان ماشية لوحدها على الممر واتبعها وهجم عليها. ما كانش فيه علاقة سابقة بينه وبينها، وما كانش فيه سبب شخصي. كانت لحظة طمع وعنف من راجل عنده ميول إجرامية أصلاً.
المحلفين قعدوا أقل من يومين ورجعوا بحكم بالإدانة في تهمة القتل من الدرجة الأولى في مارس سنة 2006. القاضي حكم عليه بالسجن 40 سنة. لما الحكم اتقرأ الراجل ما حركش وشه. أهل سوزان اللي فضلوا سنين طويلة بيستنوا الحكم ده اتمسكوا في بعض وعيطوا من غير ما يقدروا يقولوا حاجة. وبعدين واحد منهم بص في عين الجاني وقال له: استنيت اليوم ده 20 سنة. القضية دي بقت مرجع في الأكاديميات والدراسات الجنائية. اتدرست لسنين كنموذج على إن الأدلة الصغيرة اللي ممكن أي حد يعتبرها زبالة في لحظتها ممكن تكون هي اللي تفك أعقد القضايا. المحقق اللي فتح القضية كان بيقول دايما في المحاضرات اللي بيعملها للمحققين الجداد إن الجاني فاكر إنه بيخفي كل حاجة، لكنه دايما بيسيب ورا حاجة صغيرة هو نفسه ما كانش حاسس بيها. عقب سيجارة، حاجة في حجم ضفر صغير اترمى في عربية من غير تفكير، لكن العلم حافظ عليه، ومن جوه الفلتر ده طلع اسم القاتل بالكامل، طلعت قصته، طلع دافعه، وطلعت رحلته كلها للسجن. سوزان نفسها ما رجعتش، لكن أهلها قدروا أخيراً يناموا الليل وهم عارفين إن اللي عمل فيها كده مش ماشي حر في الشارع. وفي ذكرى موتها بعد الحكم، الوقفة المرة دي ما كانتش فيها لافتة بتسأل، كان فيها لافتة مكتوب عليها كلمتين بس: شكراً للعلم. لو عندك أفكار عن القضية دي أو عايز تناقش الاحتمالات المختلفة ليها، اعمل لايك واكتب لي في الكومنتات، وشارك الفيديو ده مع أي حد بيحب حكايات الجرايم والغموض. وما تنساش تشترك في مسرح الجريمة وتفعل الجرس عشان توصلك كل قصصنا، عشان كل جريمة ليها مسرح، وإحنا هنا علشان نرويها.